السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم، يحقق لكم كل اللي بتتمنوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. النهاردة يا جماعة هعمل حاجة من المعجنات علشان واحدة حبيبتي صديقتي يعني طلبتها مني، رايحة العمرة عقبال كل مشتاق يا رب. فطلبت مني بصراحة ان انا اعمل لها شوية قرص كده، فانا حبيت اعملهم لها، بس النهارده هعملهم بطريقه مختلفه وبحشوه. النهارده هحشي القرص، جزء احشيه شوكولاته وجزء هنحشيه جبنه وجزء هنعمله ساده. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه جبت كوبايه ميه دافيه ودوبت فيها معلقه ملح، ودوبت فيها كيس خميره، والميه كانت دافيه، وقلبتهم كويس وركنتهم على جنب. وهنا جبت فضلة خير ربنا كيلو ونص دقيق. طبعا الدقيق الكياس بيبقى نظيف ومش بيبقى محتاج نخل، بس برضو انا حبيت انخله زيادة تأكيد يعني. بعد بقى ما نخلته، وبعد كده هحط بقى المواد الجافة بتاعتي فوق الدقيق. هنحط اول حاجة، هنحط معلقتين سكر او معلقة ونص سكر حسب يعني. انا حطيت معلقتين مش مليانين. وبعد كده هحط معلقة ونص بيكنج باودر، علشان خاطر انا عاملة كيلو ونص. معلقة الاكل معلقة كبيرة بتاعة الاكل، وحطيت نص بيكو كمان. وهنا دوبت زبدة وعلى زيت، بما يعادل نص كوباية زبدة وربع كوباية زيت، يعني كوباية الا ربع. حابة انتي تحطي كله زيت او حابة تحطي زيت على سمنة براحتك. انا حبيت اعملها لها يعني تكون ريحتها وطعمها مميز كده، لان طبعا هي يعني بصراحة ما طلبتش مني قبل كده طلب، فانا حبيت ان انا اجود من عندي اعمل لها حاجة نضيفة وحاجة كويسة. وجبت هنا عندي فضلة خير ربنا كوبايتين زبادي وضفتهم على اللهم صل على النبي على الدقيق. وبرضو حطيت بس الكاميرا التليفون بتاعي بس كان كل شوية يفصل عشان ما فيهوش مساحة. فحطيت 3 معالق اللهم صل على النبي لبن بودر. وهنا بقى رحت جايه ضايفه كوبايه الخميره مع اللي انا دوبتها في الميه الدافيه. احتجت بقى ميه تاني، فجبت كوبايه ميه دافيه تاني، دافيه زي دمع العين كده، وهحطها كلها. بس طبعا احنا هنا بنحط الميه حسب العجين او حسب الدقيق. انا حطيت هنا الكوبايتين، واحتجت كمان شويه بتاع ربع كوبايه. فطبعا انا مش بضيف مره واحده المقدار بتاع الميه، بضيفه شويه بشويه لحد ما اشوف العجين بتاعي هيبقى محتاج قد ايه، عشان من دقيق لاخر الموضوع بيختلف. هنا بقول لكم بصوا، جبت تاني ربع كوبايه، يعني دول نص كوبايه بس ما احتاجتهمش كلهم، حطيت ربع كوبايه بس. ودمجت بقى العجين بتاعي كده وفضلت الت واعجن فيه. معلش هتلتي وتعجني فيه كتير شويه، بس لحد عشان لما يوصل للعرق ان هو يبقى. لما تيجي كده هوريكي العجينه من بعد ما اخلصها، هوريها لك بيبقى شكلها كده، تعرفي ان العجينه بتاعتك ناجحه. وبسم الله ما شاء الله تبقى زي الفل. وبصوا بقى العجينه، بصوا فيها عرق بقى، وبصوا جميله ازاي. هنا كده خلاص العجينه بتاعتي اتاكدت انها خلاص اتخدمت كويس. واحط بقى شويه زيت في ارضيه البلاستيكه اللي معايا دي، واحط شويه على الوش كده وبس، واسيبها تختمر. هي بصراحه خدت معايا ساعه الا ربع تخمير، يعني سبتها ساعه الا ربع لحد ما اختمرت زي ما حضراتكم شايفين. مش بهبطها ولا حاجه، بسيبها زي ما هي، باخدها بقى اشكلها. وهنا جبت الحشوه بتاعتي زي ما قلت لحضراتكم شوكليت شيبس، وجبت عندي جبنه من اللي هي الفيتا ديت، اللي هي بتبقى في المعلبه. هجيب بقى الكوره بتاعتي كده بتاعت العجين واقطعها كده. واسفه هنا برضو ان التليفون فصل وانا بحط، يعني بوريكم وانا بشكل العجينه ازاي. هنا جبت بقى معلقه صغيره، وحطيت حته جبنه صغنططه حسب الرغبه في الجبنه او الحشوه اللي حضرتك حباها. حابه تحطي جبنه براحتك، حابه تحطي شوكولاته زي ما انا حطيت براحتك، حابه تحطي عجوه، في ناس بتحط عجوه برضو براحتك. بس انا حبيت اعملها بشكل مختلف وبطعم مختلف. طبعا احنا متعودين ان الحاجات التانية اللي بتبقى محشية جبنة، زي مثلا الباتيه، زي الكرواسون. فانا والله حبيت اعمل حاجة مختلفة وحاجة تبقى جديدة، وفي نفس الوقت هتبقى طعمها جميل جدا.
هنا عملت اول واحده بقى هنا. ولما باجي ببططها بشويش عشان خاطر ما فيش ايه تبوظ حاجه جبنه يعني، او حاجه من الحشوه اللي انا عاملاها تبوظ منها. اجيب بقى واحده تانية برضو اعملها معاكم بنفس الطريقه. بصوا بنحط بقى حته الجبنه في النص وبلم عليها عادي العجينه. بلم كده العجينه من الاطراف واحده واحده بشويش كده. ولو في حاجه بتبقى معايا زياده بشيلها ارجعها في الطبق تاني. نفس الطريقه. بلم كده عليها العجينه. وزي ما انتوا شايفين كده ممكن افردها. لو مش هعرف افردها على ايدي ممكن افردها عادي على الرخامه اهي زي ما انتوا شايفين كده. واقوم حاطه بقى قطعه الجبنه الصغيره بتاعتي، معلقه صغيره من بتاعه الشاي. واقوم لما كده اهي واحده واحده كده بالراحه بشويش. والم بقى الطرف التاني على الطرف الاولاني، الم بقى كل الاطراف. وبعد كده لما باجي بقى ابططها تاني بعد ما الم بقى الاطراف دي كلها كده وادمجها مع بعض، بقوم جايه قلباها بقى على الرخامه كده. بصوا واقوم مبططاها بشويش او اقوم احطها في الصينيه هنا اللي انا هسوي فيها. واقوم برضو مبططاها بس بشويش عشان ما فيش حاجه تطلع منها، عشان الجبنه ما تطلعش منها، عشان دي مش ساده، دي محشيه جبنه. بس هعمل بقى بقيه الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه وهوريها لكم في الاخر. دي بقى ايه اللي انا حشيتها جبنه. دي الصينيه اللي انا حشيتها جبنه. الصينيه التانية هحشيها ايه؟ شوكولاته شيبس. بصراحه ما كانش عندي شوكولاته يعني مبشوره او مكعبات، فقلت الشوكولاته الشيبس ممكن تقضي الغرض اهي. طريقه برضو اسهل من بتاعه الجبنه اهي. وبفرد كده عادي وبططها عادي بالراحه بالراحه بس وبشويش. وبعد كده عادي باخدها برصها في قلب الصينيه. وبتبقى هنا بصوا الدايره كبيره شويه او القطعه بتاعه العجين كبيره شويه عشان دي انا بحشيها. فلازم على محشيها ما تبقاش رقيقه، تبقى سميكه عشان ما فيش حاجه تطلع من الحشوه اللي انا عاملاها فيها اهي. بصوا بحط بقى شويه شوكولات زي ما انا حابه، كتير شويه بس طالما انا عامله العجينه سميكه فانا مش قلقانه من ان انا اكتر الحشوه واقللها. بس وبفردها بنفس الطريقه كده بالراحه وببساطه خالص. وبعد كده بحطها عادي في الصاج اللي انا هدخله الفرن او في الصينيه والصينيه دي طبعا دهن القاع بتاعها شويه زيت، حاجه بسيطه جدا. هنا خلصت الكميه ام شيبسي ام شوكل اسفه ام شوكل الشيبسي هي كمان وركنتها. هعمل بقى الكميه اللي فاضله دي ساده عادي. بجيب ابططها على ايدي، ابططها في قلب الصينيه برضو. بعمل سمكها اقل شويه، بعمل سمكها تخين براحتكم. بس انا عملتها بسمك اقل من سمك اللي انا حاطه فيه حشوه لان هي كده كده ساده. ف وهي كده كده لسه هتختمر تاني، هنعيد تخميرها تاني. فهي يعني مش بتبقى محتاجه انها تبقى ايه سميكه قوي يعني. وعندي حد في الولاد ما بيحبهاش تكون سميكه، يعني هي بتبقى طريه وهشه، بس بيحبها يبقى تبقى رقيقه شويه. هنا بقى خلاص كانت عدى عليها نص ساعه تاني على ما اختمرت كمان مره. وبعد كده طبعا شغلت الفرن على 180 درجه وهدخلها الفرن بقى واسيبها لحد ما تستوي وتاخد ايه لون. ولو ما خدتش لون وهي بتستوي منها لنفسها فبولع الشوايه واخديها تاخد اللون المحمر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. والله الكاميرا ظالمه اللون كمان، في الطبيعه كان اجمل من كده بكتير. بألف هنا وشفا. مش قادره اوصف لكم الريحه والطعم بتاعها، كان في منتهى الجمال. هنا خلصت خلاص الكميه بتاعتي كلها. ادي اللي بحشوه اللي بالجبنه اهي. بصوا بقى هوريكم من جوه هشه وجميله ازاي. بصوا طريه وهشه ازاي، تحفه. بألف هنا وشفا. والجبنه اهي جواها اهي وكان طعمها جميل. بألف هنا يا رب، بألف هنا يا رب عليني نصيب في حاجه واكل منها. واجي اللي فيها شوكولاته اهي. بصوا اسفه طبعا عشان اهي. بصوا الشوكولاته وبصوا هشه ازاي، تحفه زي القطنه، طريه زي القطنه. بصوا الطراوه بتاعتها والجمال بتاعها. بألف هنا وشفا يا رب. والساده نفس الحكايه. بصوا الساده، بصوا الهشام بتاعها والطراوه بتاعتها جميله. متنسوش بالله عليكم تعملوا لي لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتشتركوا في القناه وفي الصفحه. واشوفكم بكره على خير مع الف سلامه.